حكم قراءة القرآن في المقابر على الميت، هذا أيضا من البدع، أن إنسان يذهب ويقرأ القرآن على الميت وكذا، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد حديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، لكن الحديث فيه ضعف والظاهر أنه لا يثبت. ومن حسنه من أهل العلم قال على موتاكم أي الذين سيموتون، يعني اللي يحتضرون، لأن سورة ياسين فيها ذكر الآخرة وفيها ذكر عظيم خلق الله تبارك وتعالى، وعند فيها ذكر أصحاب الجنة وأصحاب الجنة، يعني سورة يعني فيها إنسان يعيش جوها يعني فعلا. فلذلك يعني قراءة سورة على الموتى الذين يحتضرون الذين سيموتون وليس الذين. ممكن أن يكون واحد مثلك مثلا رأى هذا الرأي، هذا رأي من عندك. شيء آخر يقول بل القراءة على الموتى قبل أو بعد الدفن أجمعت الأمة على بدعيتها. يا أخي لماذا هذا الكلام؟ هذا كذب. أجمعت الأمة على بدعيتها. ارجع إلى كتاب الفروق للقرافي، وهو مالكي المذهب، ولعل السائل أيضا مالكي المذهب لأنه مغربي الكتابة ومغربي العصبية أيضا. تجد أنه يتكلم في فصل خاص عن قراءة القرآن على الموت، ويقول اختلف العلماء، فمنهم من قال يصل ثواب القراءة إلى الميت إن ختم القارئ القراءة بالدعاء فقال اللهم إني أسألك أن تهب مثل ثواب هذه التلاوة إلى مثلا فلان قريبي فلان الذي تلوت هذه القراءة عنه. هنالك رأي آخر عند بعض الفقهاء قالوا لا يصل. إذن المسألة خلافية، لا تستعجل يا سيد، ارجع إلى كتب الفقه تجد هذا الكلام. وكل كتب الفقه في آخر الحديث عن الجنائز عند الحديث عن مسألة قراءة القرآن على الموت ذكروا الخلاف. ثم إن القرافية وهو من يعني أبرز علماء المالكية وهو من عباقرة علماء المالكية في الواقع يقول يعني يرجح الحيطة تقتضي أن نقرأ. كيف يعني؟ الخلاف ليس في الحرمة أو في الصحة، وإنما الخلاف في أن الثواب يصل أو لا يصل. طيب أنت تقرأ القرآن على كل حال وأنت تثاب، ثم تقول اللهم اهدي هذه ثواب هذه التلاوة لفلان مثلا من الموتى، قد يصل الثواب وقد لا يصل. عندما تكون متحرقا على قريبك هذا ماذا تصنع؟ تقول والله سأقرأ على كل أنا سأنال الثواب. فإن وصل الثواب على الرأي الذي يقول يصل فذاك، وإن لم يصل فعلى كل أنا قد قرأت وأكرمني الله بثواب القراءة. هذا كلام منطقي.